مصر في ابتلاءات وفتن، انما حل الفتن ايه وحل الابتلاءات ايه؟ لما النبي لقى سراقه قدامه عمل ايه؟ مصيبه اكتر من اللي مصر كلها فيها. عمل ايه لما استكفى بالله، لما توسل الى الله ان ربنا يكفيه. يونس لقى نفسه في بطن حوت، عمل ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. عايزين مصر في بطن الفتنه دلوقتي تقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لما السيده عائشه لقت حادثه الافك بيفترى عليها في عرضها قالت فصبر جميل والله المستعان. لما سيدنا ابراهيم لقى نفسه بيترمى في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخوانا دول الصالحين يا اخوانا. لما نلاقي مذبحه لشباب 15 و16 سنه والراجل اللي عنده 85 سنه قاعدين يهووا عليه في المستشفى بتاعه وقاعدين يصرفوا عليه ملايين. الاكبر مجرم على ارض مصر فرعون مصر، قاعدين ياكلوه ويشربوه ويحموه ويدافعوا عنه محاكمات وهميه على ما الشعب يزهق ويندم على اليوم اللي طلب فيه اصلاح. والشباب اللي اتذبح راجع يتدفن في ارضه وهو مذبوح ومقتول وممزق فوق المدرجات. يا اخوانا احنا يعني عايزين ننتبه باذن الله سبحانه وتعالى، وعايزين نستيقظ باذن الله سبحانه وتعالى. الاحداث خطيره ولكن لا مخرج منها الا بالتوبه الصادقه الحقيقيه. اللي ما عندوش الفهم ده يفتح بس المصحف على اي صفحه من الصفحات ويقرا صفحتين ثلاثه بقلب حاضر، وهو هيوقن ان ده اول حل في المشكله اللي احنا فيها. نسال الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا ولا يستبدلنا. اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا. اللهم اغفر وارحم لشبابنا الذين قتلوا في بورسعيد يا رب العالمين. اللهم تب عليهم اللهم تب عليهم. اللهم وسع مدخلهم، انر قبورهم. اللهم يا ربنا اخلفهم في اهلهم. اللهم يا ربنا احفظ مصر من الفتن. اللهم يا ربنا انزل هدايتك على اهل مصر، على شبابها وفتياتها ورجالها ونسائها واطفالها، انك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت